السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بينا النهاردة نعمل مع بعض أكلة حلوة جدا. الكبار والصغيرين بيحبوها وبنشتريها من بره غالية. احنا هنعملها النهاردة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، والسندوتش هيطلع كده قدامنا زي ما احنا شايفين. حلو جدا. الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وهتعجبكم لما تجربوها إن شاء الله. تعالوا بينا بقى نشوف الطريقة ونشوف احنا عملنا الجمال اللي قدامنا ده كله ازاي. عندنا كوباية من اللبن، هضيف عليها كوباية من الدقيق، هنضيف كمان معلقة كبيرة من عصير الليمون ومعلقة كبيرة من الخل، هنضيف كمان بيضة، هنضيف معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من الشطة. هقلب بقى المكونات كلها مع بعضها كده، وانا عايزة الصوص ده او التتبيلة دي تكون تقيلة شوية. هزود كده ربع كوباية من المية وهقلبها، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه. هجيب بقى الفراخ، انا طبعا غسلاها كويس جدا ومصفياها ومقطعاها كده بالشكل اللي احنا شايفينه. شايفين؟ حلوة جدا. ده صدر كده كان على بعضه موجود عندي، قطعته كده بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. وهنزل بقى بالفراخ على الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها وهنقلبها كويس جدا، وهنسيبها في الخلطة دي او في التتبيلة دي مش اقل من 4 ساعات، او لو من بالليل هتبقى حلوة جدا. تعالوا بينا بقى نشيلها في التلاجة، وتعالوا نعمل الكفر الخارجي بتاع الزنجر. عندنا كوبايتين من الدقيق، هنضيف عليهم نص كوباية من النشا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الملح، هضيف كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة بس مليانة شوية من الكركم علشان يديني اللون الأصفر الجميل. هنقلب بقى المكونات مع بعضها وهنركنها دلوقتي على جنب. هنجيب الطبق بتاع الفراخ بتاعتنا، وهننزل كده بقطعة من الفراخ في طبق الدقيق والنشا. هقلبها كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مش اقل من 10 مرات تقليب، وهتطلع قدامنا كده بالشكل اللي احنا شايفينه. تعالوا ناخد قطعة كمان برضو وننزل بيها كده في طبق الدقيق والنشا. شايفين انا بقلبها ازاي؟ انا بقلبها وانا بقلبها كده بتك عليها شوية، اهو زي ما احنا شايفين كده. انا هقرب لكم الطبق عشان تشوفوني بقلبها ازاي. اهو زي ما احنا شايفين انا عماله اقلب فيها مش اقل من 10 مرات علشان اخد الخرفشه اللي بتبقى فيها كده. اهي هنفضها كده من الدقيق، وادي قدام اهو شكلها اهو قدامنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنخلص بقى كل الكميه، وهنروح بقى على طاسه فيها زيت على النار، طبعا نار متوسطه. هننزل كده بقطع الزنجر وهنهدي بقى النار، وهنبدأ كده نحمرها بالشكل اللي احنا شايفينه. شايفين؟ خدت لون ذهبي وحلو جدا اهي. وانا طبعا محضره جنبي شبكه او مصفى عشان اطلع عليها قطع الزنجر علشان تفضل مقرمشه زي ما هي. بالشكل ده هنطلع كل قطع الفراخ وهنقليها كلها بنفس الطريقه، وهوريها لكم بعد ما نخلصها. ادي الكميه اهي ما شاء الله بعد ما خلصناها وقليناها كلها. شايفين؟ حلوه جدا. تعالوا نشوف كده واحده من جوه. شايفين؟ مستويه وحلوه جدا. ريحتها كمان مش قادره اقول لكم خطيره قد ايه. حلوه جدا يا جماعه، طريه ومستويه ومن بره مقرمشه وجميله. تعالوا بينا بقى نعمل الصوص اللي بيتحط في السندوتشات. عندنا كاتشب وعندنا مايونيز وعندنا كمان مستردة. هنضيف عليهم بقى قطع من الخيار المخلل، قطع صغيره جدا كده من الخيار المخلل. هنقلبهم بقى كده مع بعض ونسيبهم دلوقتي على جنب. تعالوا بينا بقى للعيش بتاعنا. هنجيب نقطتين زيت في طاسة وهنبدأ كده ننزل بالعيش علشان ياخد تحميرة خفيفة كده وحلوة جدا، يبقى طعمه جميل في السندوتشات بتاعتنا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي كده مع بعض. انا هسيبها حوالي دقيقة بس كده او دقيقتين في الطاسة علشان تاخد لون جميل ومتحمص كده من الجناب اهو بالشكل اللي قدامنا ده. هنخلص بقى كل كمية العيش بتاعتنا وهنعملها بنفس الطريقة، وهنبدأ بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا. هناخد كده الجزء التحتاني من السندوتش، وهناخد الصوص الجميل اللي احنا عملناه هنفرده كويس جدا كده على السندوتش زي ما انتوا حابين بقى. حابين تضيفوا جبنة شيدر، حابين تضيفوا اي حاجة تانية في السندوتش براحتكم. احنا عملنا النهاردة سندوتش اقتصادي بالحاجات اللي موجودة في البيت. هنضيف كده كمان قطعة من الخس، وهنبدأ نضيف بقى قطع الزنجر بتاعتنا.
مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه قد ايه. عندي كمان قطع كده او حلقات من الطماطم، عندنا كمان قطع من الخيار المخلل، هضيفها كده فوق الساندوتش بالشكل اللي احنا شايفينه. وهنجيب بقى الجزء اللي فوق وهنضيف عليه برضو كده من الصوص بتاع الساندوتش، وهنقفل الساندوتش بتاعنا، وكده الساندوتش يكون جاهز وفي منتهى الجمال كده زي ما احنا شايفين عملنا ساندوتش حلو جدا في البيت، ما خدش مننا اي حاجه. شايفين الجمال وطعمه بجد في منتهى الجمال زي السندوتشات اللي بتتباع بره بالظبط. هنخلص بقى السندوتشات بتاعتنا وهوريها لكم دلوقتي. خلاص اهي السندوتشات بتاعتنا جهزت، شايفين الجمال. عملنا كمان جنبها بطاطس محمرة حلوة جدا، بجد أكلة سهلة ولذيذة وطعمها في منتهى الجمال. يلا جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير.